السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده الفيديو تفصيلي ودقيق ومعمول لاي واحده نفسها تلبس الخمار بس مش عارفه تاخد الخطوه، او لبست الخمار ولسه جديده ومحتاسه في الحوارات بتاعه الخمار وعن الفرق بتاع انواع الخمارات. الخمار الماليزي والخمار الفرنسي والطرحه العاديه، وهنجاوب على اسئله كتير قوي في الفيديو ده. فالفيديو دسم الفيديو دسم ولذيذ. جيبي كده حاجه حلوه تشربيها وتابعي معايا الفيديو لاخره. وبس كده بدون دخول في تفاصيل كتير، يلا بينا على الفيديو. طيب مبدئيا كده، انا كسمية لابسه الخمار بقالي قد ايه؟ ممكن انا كنت في تانية كلية وقتها، انا دلوقتي متخرجة من سنتين، يعني داخلة في الاربع او 5 سنين. فربنا يثبتني يا رب ويثبت اي حد لابس الخمار ويهدي اي واحدة نفسها تلبسه. طيب لو هسمع صوت قطة، انا قلت كده الفيديو اللي فات وهأكد المعلومة دي على الفيديو ده علشان قطتي لسه والدة، للأسف يا جماعة على الإزعاج. المهم هنخش بقى في الموضوع على طول. مبدئيا أنا دلوقتي لو واحدة نفسها تلبس الخمار بس مش عارفة تاخد الخطوة علشان الحاجات بتاعت الزي الشرعي غالية، حقيقي حاجات الزي الشرعي اغلبها غالي. ده ليه؟ لان هي بتاخد نسبة كبيرة قوي من القماش او كمية كبيرة قوي من القماش، فعلشان كده بتبقى اغلى من الزي يعني من اللبس العادي او التيشيرت العادي او الفستان العادي. فعلشان كده بتكون اغلى شوية عشان هي بتكون فضفاضة، فاهمين قصدي؟ فدي الفكرة كلها، ان هي بتكون اغلى عشان كده. بس مش كل الاماكن والله بتبيعها غالية اوفر. انا مثلا في البراند عندي كنت ببيعها بالسعر اللي هو حرفيا بزود نسبة بسيطة جدا على سعر القماش، لان انا اللي بعمل كل حاجة من الالف للياء حرفيا. فبالنسبة لحوار السعر، فمش لازم اصلا مش لازم اصلا تشتري خمارات وخمار فرنسي واجناء. انا عارفة انه نفسك، بس مش لازم، والله مش لازم. بمعنى انه مش عشان ترضي ربنا، فانا بقى علشان ارضي ربنا والبس زي شرعي ومش عارفه ايه لازم ابقى لابسه زي فلانه ولازم ابقى عامله زي فلانه. لا معلش، انت اصلا ليه هتلبسي الخمار او ليه عايزه تلبسي زي شرعي؟ علشان هو ده فرض علينا، ربنا امرنا بكده علشان ارضي ربنا، علشان استر نفسي، علشان حاجات كتير، فاهمين؟ فانت تسالي نفسك الاول انا ليه عايزه اخد الخطوه دي. تمام. فهل انت عايزاها علشان طالع ترند والبنات شكلها حلو بيه وشكله كيوت والجو ده؟ لا، انت كده صباح الفل. انت لازم تكوني عارفه من الاول خالص انت عايزه تلبسيه ليه. تمام. طيب يا سمية، دلوقتي انا عايزه فعلا البس الخمار بس معيش فلوس اشتري الحاجات دي ومش عارفه اعمل ايه، ونفسي والله احسن لبسي وكل الكلام ده. الاسئله دي بتجيلي كتير قوي كتير قوي في الاسك عندي على الانستا، انه والله انا نفسي البس الخمار بس معيش فلوس اجيب الحاجات بتاعته، واللي هو بقى البس جيبات وفساتين والحاجات دي كلها غاليه، وانا معيش فلوس ان انا اجيب كده، وانا مثلا طالبه او ايا كان، يعني مش شغاله مثلا، مش معايا مصدر دخل. بصوا، مش لازم، صباح الفل، مش لازم خالص ان انتي تروحي تجيبي حاجات بالشيء الفلاني علشان تلبسي خمار. بعيدا عن مصطلح الخمار، الفكره ان انتي لازم تلبسي زي شرعي. طب ايه الزي الشرعي؟ ليه مواصفات: لا يصف لا يشف الا يكون زينه في نفسه. طيب لا يصف ولا يشف بمعنى نعمل ايه يعني؟ بصي يا ستي، اي طرحه عندك اي طرحه عندك، مش لازم خمار، يعني مش لازم تروحي تجيبي خمارات بقد كده. اي طرحه عادي جدا هتعرفي تلفيها. ادخلي كده ابحثي على اليوتيوب، دعبسي في قناتي، هتلاقي كذا فيديو عن لفات الخمار بالطرحه العاديه، ازاي ان انا اخليها ستره وتحقق الشروط وفي نفس الوقت هي طرحه عاديه جدا، مش خمار ومش طويله ومش كبيره ومش بمليون جنيه. طرحه عاديه، اي طرحه، اكيد كلنا محجبين او اغلبنا، فالطرح مش غاليه. تمام. طرح عادي جدا، اي طرحه من اللي عندك، ما ترميش طرحك. انا اول لما لبست في مره رميت الطرح، بعد كده رجعت اخدتهم تاني، اديتهم لأختي واخدتهم تاني عادي جدا لما عرفت لفات ليهم. فادخلي دوري، دلوقتي الموضوع بقى منتشر قوي بقى الحمد لله، يعني اللهم بارك، تلات ارباع البنات لابسين خمار حرفيا. فهتلاقي بنات كتير قوي سواء انا او غيري، بنات كتير جدا منزله لفات خمار زي القمر بالطرحه العاديه. فحلينا مشكله الطرحه. تمام. طب ولبسي يا سميه ومش عارفه ايه، والله العظيم انا لما لبست الخمار ولما قررت ان انا اعدل لبسي، انا كنتش مقرره ان انا البس الخمار، كنت مقرره ان انا البس زي شرعي او اعدل لبسي. لبست الخمار بعد كده. فلما قررت ان انا اعدل لبسي، كان لبسي كله بناطيل، ما كانش عندي غير جيبه واحده. وانا ساعتها كنت في الكليه، فما كانش عندي مصدر دخل ان انا اروح بقى واجيب هدوم جديده يعني كنت والله عادي زي اي حد، بنوته صغننه عادي جدا عايزه تعدل لبسها وفي نفس الوقت ما عندهاش الحاجه اللي تقدر ان هي تجيب منها لبس جديد. ما هو طب ولبسي هعمل فيه ايه؟
قررت وقتها ان انا مش هلبس بناطيل تاني، ومن يومها الحمد لله الحمد لله ربنا يثبتني يا رب، مفيش بنطلون اتلبس تاني. خلاص خلاص. لبست بقى الجيبه دي على اي تيشيرت من التيشيرتات اللي انا كنت بلبسه على بناطيل. بقيت بلبس نفس التيشيرتات اللي انا كنت بلبسها على الجيبه على البنطلون، بقيت بلبسها على الجيبه. تمام. والطرحه بتاعتي طولتها شويه، واللي خلاني اخد خطوه الخمار ان انا ما كنتش عارفه الف الطرحه، فقررت ان انا لا احوش واشتري خمارات وهكذا. وساعتها يعني ربنا كرمني. وانا عايزه اقول لك حاجه، حطيها حلقه في ودنك قوي: من ترك شيئا لله عوضه. خديها قاعده في حياتك، بغض النظر عن صوت القطه عادي. يعني بجد خديها قاعده في حياتك، ان اللي يسيب حاجه لربنا بتجيله اضعاف اضعاف. انا ربنا كرمني بعدها، بعدها على طول، يعني لما قررت ان انا اخد الخطوه، مع ان يعني بابا واهلي وكده كانوا اللي هو لا تلبسي الخمار، اللي هو قالوا لي لا، مع انهم كانوا اصلا هم يعني هم كلهم متدينين الحمد لله، بس قالوا لي لا علشان هم عارفين ان سميه تلبس الخمار، اللي هو انت بتهزري اكيد، دي تفكير كده في دماغك فتره وهيروح، فاهمين. لكن لما قررت انا مع نفسي وعدلت لبسي وقررت ان انا البس واسع ومش عارفه ايه، لقيت يعني يشاء القدر زوج اختي في السعوديه بعت لي فلوس خلاني اروح اشتري الخمارات، علشان هو كان عارف ان انا عايزه اشتري خمارات. فرحت اشتريت الخمارات ساعتها، وانا حرفيا لبستها وانا رايحه الامتحان. لكن قعدت فتره في الاول انا كنت يعني بلبس الطرح العادي جدا، وما كانش عندي والله جيبات بجد. يعني انا بكلمكم من قلب الحدث، لان انا عارفه بجد ان آه، في بنات كتير قوي الحاله الماديه عندها صعبه، وصعب ان هي تشتري هدوم. الموضوع مش متاح كده عادي، اللي هو انا نفسي في ده فاروح اجيبه. انا فاهمه والله العظيم، فاهمه ومقدره ده جدا. فما تخليش حاجه زي دي توقفك ان انت ترضي ربنا. لو قررتي ان انت تعملي كده علشان ربنا وتتخلي عن لبسك اللي بالنسبه لك تحفه وجميل وشكله رهيب وانت بتحبيه جدا وطالع موضه، وتقرري ان انت تلبسي لبس تاني يرضي ربنا، لا بجد ربنا هيعوضك، هيعوضك قوي، وهيكرمك وهيوسع رزقك وهيفتح لك ابواب من حيث لا تدري، اقسم بالله. يعني هديكوا مثال صغنن شكلي كده، مش هلحق ان انا في الفيديو ده اقول لكم على انواع الخمارات، هقول لكم بقى في الفيديو الجاي في الغالب. المهم يعني انا لما قبل ما البس الخمار كنت عايزه اشتغل ميك اب ارتست، تمام. وكنت شغاله في الموضوع ده فتره على الضيق كده، وكان ده حلمي وهدفي، وحتى تفكيري كله في الموضوع. ومش بس ميك اب ارتست، كنت عايزه كمان ابقى ميك اب بلوجر. يعني مثلا اعمل ميك اب توتوريال واطلع اوريه لكم على الفيس، يعني هنا على اليوتيوب، تمام. وكنت مقرره الموضوع ده لدرجه ان انا ما كانش معايا فلوس ساعتها ان انا اجيب رينج لايت وكده، فرحت عامله رينج لايت بنفسي علشان انا عايزه اصور، انتوا فاهمين اللي هو لا، انا عايزه حلمي يا جماعه، تمام. وجوز اختي اللي هو زي اخويا الكبير وبابا كانوا معارضيني تماما على فكره انه لا ما ينفعش تحطي ميك اب وتصوريه ومش عارفه ايه الكلام ده. وانا اللي هو لا، اللي في دماغي في دماغي، يعني عايزه ده، تمام. وقالوا لي ساعتها اسالي دار الافتاء، ودار الافتاء يعني ربنا يبارك لهم قالوا لي انه طالما ما فيهوش اظهار للمفاتن، وما فيهوش اغراء او اغواء مش عارفه ايه كده، او ان هو مش مكياج صارخ، يبقى حلال. لو والله سالت الشيخ وقال حلال، ده بجد، ده طلع الترند بجد بقى. لا هو مش حلال، لا هو مش حلال. صباح الفل صباح الفل. حتى لو انا عملت ده في يوم من الايام، وحتى لو انا عملت ده قريب او ايا كان، او ممكن اعمل ده في يوم من الايام، هو حرام. الحلال باين والحرام باين، تمام. الموضوع ما فيهوش جدال، انا مش هتناقش في فكره انه حلال ولا حرام، لان احنا كلنا عارفين انه حرام. حتى لو عملناه فهو حرام، فبنستغفر ربنا وبنتوب عن اللي احنا عملناه، مش بنتمادى فيه. انا بقى وقتها ربنا يسامحني كنت بتمادى فيه اللي هو لا، انا مقتنعه باللي انا بعمله، وانا خلاص مقرره ان انا اوريدي هبقى ميك اب ارتست، ويا جماعه ده فن واللي انا كنت بقوله ده كله. المهم يعني المهم لما ربنا هداني، وقررت ان انا اعدل لبسي واظبط دنيتي وكل ده، آم، كان نفسي برضك ستيل، كان نفسي ان انا يعني ابقى كونتنت كريتور، اللي هو ايه، اطلع اقدم محتوى. انا بحب الموضوع ده، لان انا الحمد لله الحمد لله يعني طريقتي بعرف اتكلم كويس وبعرف اوصل المعلومه وهكذا. وده مش كلامي والله، مش بشكر في نفسي، ده كلام الناس في الكومنتات، تمام. فكنت بحب قوي الموضوع ده فيا، وبجد كان نفسي فيه. بس طبعا الميك اب خلاص لما ربنا هداني بقى وكده، وادركت انه لا حرام ومش عارفه ايه وكده. مع اني معلومه، مع اني يعني لسه جوايا فكرة ان انا بحب الميك اب يعني والجو ده، بس ممكن في يوم من الايام ان انا افكر اعمل الموضوع ده مثلا للمنتقبات، لو اتاكدت مثلا ان الفرح ما فيهوش اختلاط او كده. يعني نتخيل بس، ماشي يعني، عشان هي حاجة انا بحبها. اوكي، ما علينا من النقطة دي.
انا لما بقى ربنا كرمني ومن عليا ان انا البس الخمار وكده، ما كنتش عارفه لسه هعمل محتوى ايه. لقيت البنات في الكومنتات كلهم، كان ساعتها الكلام ده قبل ما يطلع الخمار ترند وكده، فاهمين اللي هو كان قليلين قوي اللي لابسين خمار. ف ساعتها البنات في الكومنتات كلها عندي على الانستا، اوريدي كنت بنزل محتوى على الانستا، يعني ما كنتش بنزل فيديوهات، كنت بنزل صوري، وكان عندي فولورز على الانستا قليلين. فلقيت بقى ان البنات انه لا سميه عايزين لفه الخمار دي، طب انتي بتلفيه ازاي؟ انا نفسي البس الخمار بس مش بعرف الفه. ولقيت بجد الموضوع عليه اقبال كبير جدا. وساعتها اختي شجعتني قوي في فكره ان انا طب قومي صوري وخلاص، مش لازم تستني بقى ان يبقى معاكي الموبايل الفلاني وتظبطي دنيتك ومش عارفه ايه. والله بجد نفسي تشوفوا اول فيديو عملته بجد. تمام. المهم ان انا قمت صورت فعلا الفيديو ده، وصورت لفه الخمار دي وحطيت عليها ساوند وكده ومش عارفه ايه. وكنت اول مره منتج فيديو مونتاج صغنن كده، وصورت الفيديو ونزلته. هوب الفيديو الاقيه جاب 10,000 فيو. اللي هو ايه ده؟ ايه ده؟ اللي هو ايه ده يا رب بجد؟ ده بجد الحاجه اللي انا كنت عماله اسعى لها اسعى لها اسعى لها ما جاتش من هنا، جت من حتة تانية خالص لما رضيت ربنا. انتوا فاهمين؟ وانا ربنا يعلم انا لما تركت يعني كل اللي انا كنت فيه ده كان عشان ربنا، مش عشان مثلا لا انا بقى هلبس الخمار عشان هو موضه. لان بجد الموضوع بقى اوفر قوي دلوقتي. بس انا ما عنديش اعتراض، مع العلم ان انا ما عنديش اعتراض على ان هو طالع موضه. يا رب يا جدعان يطلع موضه، يعني يا رب يطلع ترند ويبقى كل البنات لابسه خمار. المشكله الخمار هيصلحها، يعني أنا متيقنه من ده. الزي الشرعي هيصلحك وهيخليكي تبطلي كميه حاجات بجد والله. هيخليكي تحترمي نفسك في حاجات كتير قوي، فاهمين؟ وهيخليكي تحترمي القعده اللي انت قاعداها، تحترمي طريقه مشيتك، ضحكتك، اسلوبك، كلامك. هيخليكي كده ملمومه في نفسك فاهمين قصدي؟ كده بيخلي عندك شويه حياء زياده. فالموضوع بجد بيفرق، بجد والله العظيم بجد بيفرق جدا. تمام. فوقتها لما نزلت الفيديو لقيته جاب 10,000 فيو، بدأت ان انا انزل فيديوهات تاني، ومن هنا بدأت ان انا انزل فيديوهات اصلا. فاللي هو متخيلين الواحد ساب، يعني كان مركز على نقطة معينة، لما سابها ربنا فتح له ايه. تمام. يشاء القدر برضك بعد كده. طبعا انا عايزه اقول لك حاجه، انت لما تلبسي خمار هيجي عليكي اوقات انه طب ما احط ميك اب، طب ما الطرحه اقصرها شويه، طب ما عارفين انتوا الشعور اللي هو الصراع النفسي ده طبيعي، ده طبيعي. الصراع النفسي ده طبيعي جدا جدا. بس الفكره ان انت ما تسيبيش نفسك فيه، ما تسيبيش نفسك تتمادي فيه، ما تسيبيش نفسك انه تجيبك وتوديكي وتروحي وتيجي، ولا اجرب ده واعمل ده واسوي مش لا. حاولي حاولي حاولي. الموضوع صعب بغض النظر عن صوت العيال في الشارع، الموضوع صعب. اه صعب. إيه لو ما كانش صعب ما كناش هنؤجر عليه. يعني هو لو كان سهل كان زمان كل الناس عاملاه، وكان زمان كل البنات لابسه خمار، وكل البنات اللي في الدنيا دخلوا الجنه، وكل الناس بقى يلا بينا بقى، فاهمين اللي هو يلا الموضوع سهل. لكن لا، الموضوع مش سهل، الموضوع صعب. إيه بتجهدي نفسك فيه؟ اه بتجهدي نفسك فيه. نفسك تبقي حلوه وشكلك يبقى حلو وكده. اه الخمار بيبقى علينا احلى؟ لا لا، هو لو احلى فهو مش خمار. هو انت اصلا لابسه خمار ليه؟ علشان تداري الزينه بتاعتك وتداري مفاتنك وتحجبي مفاتنك عن الناس. فالخمار هو مش علينا احلى، كلنا بشعرنا احلى بلا استثناء، كلنا بشعرنا احلى، كلنا بهدوم البيت احلى، كلنا باللبس الضيق احلى. ده طبيعي، ده شيء بديهي والله، ده الف ب. فانت المفروض ان انت لابسه خمار عشان تحجبي ده. فما حدش يقول لك اه انت بقيت شكلك احلى بالخمار. لا يا جماعه ما تقنعنيش، هو مش موضوع شكلي احلى ولا لا. فكره انه يعني ممكن الحاجه اللي انا بحسها ان شكلي بيكون احلى فيها، بحس ان انا شكلي، افهمها لكم ازاي، ارقى او اقيم، او بقيتي زي ما جوز اختي على طول بيقول لي بقيتي جوهره. جوهره، فاهمين؟ كل ما يكون عندك جوهره كل ما بتحاولي تداريها. يعني لو عندك جوهره كده اكيد مش هتبقي حطها كده في البلكونه ولا حطها كده في الشارع اي حد يعدي يشوفها ويتفرج عليها لا. الجوهره كل، يعني بمعنى كل ما كانت القيمه بتاعت الشيء اعلى، كل ما هو بدأنا ان احنا نحوط عليه ونغطيه ونخلي بالنا منه ونحافظ عليه. نفس الفكره تعاملي مع جسمك بنفس الطريقه وشعرك والحاجه دي تخصك انت بس، اللي هو ده يخصني انا بس، مش من حق اي حد تاني يشوفها. فاهمين قصدي؟ ف هو الموضوع مش صعب قوي. بس هو الفكرة كلها ان انتي تقنعي عقلك وتقربي من ربنا اكتر. يعني كل ما تقربي من ربنا اكتر اكتر، وتقري في القرآن اكتر، وتفهمي في دينك اكتر، وتقتنعي بالموضوع، هتلاقي ان ربنا بييسر لك الموضوع. وهتلاقي انه ايه، انه لا الموضوع اسهل على قلبك. وبجد بجد نصيحة مهمة جدا. ادعي ربنا، ادعي ربنا ان هو يثبتك، لان محدش كبير على المعصيه.
بجد والله. يعني انا من قلب الحدث اكلمكم، امبارح كنت بفكر تفكير، النهارده بفكر تفكير تاني خالص. امبارح كنت بعمل حاجه، النهارده بعمل حاجه تانية خالص. ربنا بيقلب القلوب كده، اللي هو بيقلبها في يوم وليله. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام، الرسول كان بيقول اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك. الرسول اللي هو اصلا معصوم عن الخطأ، انتوا متخيلين؟ اللي هو ايه يعني؟ امال احنا نعمل ايه؟ احنا بقى انت إيه؟ يعني انا ولا انتي ولا انت ضامن نفسك منين؟ فانا محدش كبير على المعصيه، محدش كبير على ان هو يصحى في يوم وليله يبقى حد تاني. بس الفكره ان احنا يبقى عندنا ثوابت معينه حاطينها، إيه ان ده حرام وده حلال، ما نتنازلش عنها، ما نقولش اه ده عادي عشان عادي دي مصيبه، عادي دي مصيبه. انا اي حد بيبدا يقول لي عادي بجري كده خلاص. الناس دي مش مناسبه معايا. لو طالما هو عادي عادي، لا يا جماعه هو مش عادي. لا هو مش عادي. يعني حاجات كتير قوي مش عادي. ان انا البس لبس ضيق لا مش عادي، احط ميك اب لا مش عادي، لا مش عادي. حتى لو حطيته في يوم من الايام، هاكد على المعلومه دي تاني، حتى لو حطيتي ده، حتى لو جيتي في يوم بعد كده حطيتي ده، هو مش عادي. ما تخليش ان الموضوع يعني، ما تخليش الذنب في قلبك هين، ما تخليش معصيه ربنا في قلبك هينه. انه لا عادي عادي عادي. هتلاقي بعد كده ان انت بتستسيغي او اسمها ايه، تعودي، او بتستسهلي الموضوع انه عادي. تمام. لا ما يبقاش عادي بالنسبه لك، خلي الموضوع بالنسبه لك كده اللي هو يا لهوي انا عملت حاجه، انا عملت حاجه. حتى لو الناس بالنسبه لها الحاجه دي صغننه ناس تانية هتلاقيها بتعملها ليل نهار، لا هو هي مش عادي، هي حرام. اسمك متبرجه اسمك متبرجه زي ما بيقولوا الشيوخ. ما تقوليش ان انا انا اسمي مش محجبه، لا اسمك متبرجه. فعلا المصطلح بيفرق. الفيديو بقى طويل قوي 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 قوي، وانا ما عملتش الحاجه اللي انا كنت المفروض بادئه الفيديو عشانها والله. يعني انا صورت واللي في قلبي طلعته، انا لا بكتب سكريبت ولا حاجه. انا يعني اللي هو ايه، اللي بيجي في دماغي واللي انا اتعلمته من الخبره ومن من الواقع اللي انا عشته، طالعه اقوله لكم. يمكن يمكن ده ربنا يجعله في ميزان حسناتي يا رب. يمكن دي حاجة تفتكروني بيها بعد كده. يمكن أكون سبب ولو ل1% إن بنوتة اخدت الخطوة وربنا هداها. وكنت انا سبب صغنن قد كده في ان هي تعيد تفكيرها تاني وتعيد حساباتها تاني. انا عايزه اقول لكم يا جماعه، انا ولا داعيه ولا شيخ ولا شيخه ولا اي حاجه حرفيا. انا شخص لسه يعني ماشي لابس الخمار بقاله كذا سنه، بس بيذنب وبيخطئ وبيعمل بلاوي ويمشي على سطر ويسيب سطر. اوقات بيحط ميك اب، اوقات بيستهبل في لبسه، اوقات بيعمل حاجات كتير جدا. لكن ربنا بيسترنا. تمام. ونسأل الله ان الستر ده ما يروحش من علينا. فربنا بيسترنا وربنا آه يعني انا شايفه ان ربنا علشان بيحبنا بيرجعنا تاني. فاهمين قصدي؟ بيقربنا ليه تاني. فانت لو شفتي الفيديو ده فبنسبه كبيره جدا هو ربنا بيحبك، علشان بيذكرك، علشان بعتلك حاجه تذكرك. يعني اللي هو كده فوقي ركزي، انتي بتعملي ايه، انتي بتعملي ايه صباح الفل. فاهمه؟ إيه كان لسه في زلزال النهارده الصبح، انا صاحيه عليه اصلا. ممكن دي برضك من اكتر الحاجات اللي خلتني احس انه يا جماعه، في لحظه احنا في لحظه مش موجودين، في لحظه الا لحظه مش موجودين بجد. يعني كنت منزله برضك فيديوز عندي باغاني وميك اب وكده، مسحتها الحمد لله. يعني نسال الله الثبات يا رب يا رب، وما ارجعش تاني يا رب يا رب بجد بجد يعني. فالفيديو ده لو هو ليكم انتوا بنسبة مثلا 20%، فهو ليا انا تذكرة، ليا انا كسمية بنسبة 80% او 90% بجد، بدون مبالغة. انا اللي محتاجة اسمع الكلام ده اكتر. يعني يمكن انا بقوله بصوت عالي، بفكر معاكم بصوت عالي، بذكر نفسي وبذكركم. فربنا يجعله في ميزان حسناتنا، ويا رب يثبتنا كلنا كده ويهدينا ويصلح قلبنا ويجعلنا من اهل الجنة يا رب. ف نكتفي بهذا القدر. هكمل لكم بقى ان شاء الله الجزء التاني في فيديو تاني باذن الله. هكمل لكم عن لفة الخمار، مش لفات الخمار، الطرق بتاعة الخمار. او الفرق ما بين انه خلاص انتي قشطه احنا كده سستمنا الدنيا في الفيديو ده وقررنا وخلاص يا سمية عايزه البس خمار، خلاص انا قررت. طب ماشي نعمل ايه بقى؟ ده في الفيديو الجاي ان شاء الله. فما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، وتكتبوا لي رايكم تحت في الكومنتات، وتقولوا لي مختبرين بقالكم قد ايه، لان بجد بحب قوي يعني اتفرج على الكومنتات دي تحديدا. و قولي لي ايه اللي منعك ان انت تلبسي خمار او تاخدي خطوه الزي الشرعي عموما. وبس كده، متنسوش تعملوا لي فولو على الانستا. وبس كده نكتفي بهذا القدر من الرغي، وسلام.